بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عملنا لك صلى على النبي. وصلنا على النبي. بص انا وش طب ازاي؟ وزمالك ولعيبة ولعيبة وشيكابالا وشيكابالا أسطورة وستو. وافرجوا عن المحبوسين، اخلوا سبيل المحبوسين. لعيبة الزمالك كابتن عبد الواحد السيد، نجله ياسين، قايل رسالة تقطع القلب. والدة الكابتن عبد الواحد السيد، استنى بقول لك حرام اللي بيحصل في لعيبة الزمالك ده، حرام. ومجلس الزمالك وبس تلاتة اسيا العبوا بالعربي. اعملوا لايك، وصلوا صوتكم، صلوا على النبي. احنا الواحد نفسه تسدد، قسما بربي قسما بربي نفسنا تسدد. لو يقولك الزملكاويه عايشين في مؤامره وماشيين، يقولك احنا العالم كله بيتآمر عليه، اهو على عينك يا تاجر اهو. عايز ايه اكتر من كده؟ انت عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من كده؟ حرام. فين سيادة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؟ فين؟ هو فين؟ ده مشغول ترتيبات ماتش الأهلي والعين الإماراتي، ومصر كلها يا جماعة النهاردة فرحانة. عندنا العين الإماراتي والنادي الأهلي بيلعبوا على بطولة انتر كونتيننتال ولا كونتيننتي ولا مش عارف ايه، ومصر النهارده مكتسية باللون الأحمر. النهارده الأهلي والعين الإماراتي، الأهلي والعين الإماراتي يا جماعة. وإبراهيم فايق على قنوات ام بي سي جايب رينيه فايلر، وجايب مش عارف مين وجايب مين، وقناة اون تايم سبورتس جايبه مش عارف مين وعارف مين، وقناة الاهلي. هي خلاص. انما التلاتة واولاد الزمالك اللي محبوسين في الامارات، اسكت ما تنطقش، خلي القانون ياخد مجراه. طب الواد البلطجي بتاعهم قبل كده قال لك ده محمد الشيبي اللي هيترحل من مصر. قالوا كده، كانوا الاعلام بيطالب بده، ترحيل محمد الشيبي. قال لك هو قليل ادب، استفز حسين الشحات، خرج حسين الشحات عن شعوره. احنا فين يا جماعه؟ ربك اسمه الحكم العدل. من دقايق ابراهيم نور الدين اعلن استقالته من لجنه الحكام بعد ما ادى دوره. ما الاهلي خد السوبر، اقعد ليه؟ انا كنت جاي ان الاهلي ياخد السوبر وخد السوبر، استقيل بقى. احنا في مسرحيه، احنا قسما بربي في مسرحيه، في مسرحيه، احنا في مسرحيه. اللي بيحصل ده مسرحيه، دي مش كوره، دي مش كوره، ولا دي اجواء كوره. احنا مش عايزين كوره، دي مش كوره. افرح يا اخي، الاهلي النهارده يا اخي هيكسب 2 مليون دولار وجوائز ماليه، وهيكسب العين الاماراتي. افرح. طب ولاد الزمالك الثلاثه المحبوسين اللي والده الكابتن عبد الواحد السيد بتقول ابني، انا مش مصدقه، انا مصدومه، انا منهاره. ابنه ياسين بيقول لو سمحتوا رجعوا لي بابا. رساله تخلي الواحد جسمه يقشعر. رجعوا لي بابا، ممكن ترجعوا لي بابا؟ هكذا تحدث ياسين نجل الكابتن عبد الواحد السيد. ممكن ترجعوا لي بابا؟ ممكن ترجعوا له بابا يا سيادة الوزير أشرف صبحي؟ اتحاد الكورة، رابطة الأندية، وأحمد بيه دياب، ممكن ترجعوا لي بابا؟ الله يرحمك يا أحمد يا رفعت، الله يرحمك يا أحمد يا رفعت. احنا في مسرحية، احنا في مسرحية، دي مش كورة، والله دي ما كورة.
تاني وتالت ورابع قلنا نكن كل تقدير واحترام شعب الامارات لدولة الامارات لحكومة الامارات على دماغنا من فوق، ومصر والامارات دولتين اشقاء دولة واحدة. بس حرام اللي بيحصل ده، حرام حرام. والاعلام بتاعنا كله رايح شغال استوديوهات قبل الماتش ب5-6 ساعات، احتفالات وافراح الاهلي والاهلي والعين الاماراتي والاهلي. انما الزمالك دوس افرم افعص، مش عايزين تقوم له قومه. وحق هذا الكتاب الكريم، وحق هذا الكتاب الكريم، دي ما كورة ولا أجواء كورة، دي ما كورة ولا أجواء كورة ولا رياضة، ولا حد يرضى بيها، ولا حد عاقل يعرف حاجة اسمها العدل تقول دي كورة في مصر. دي مش كورة، دي مش كورة ولا أجواء كورة ولا أجواء رياضة. ومجلس الزمالك مجلس فاشل ولازم يمشي، لازم المجلس ده يمشي. ده مجلس فاشل مش عارف يجيب حق الزمالك، مجلس منبطح، مجلس ضعيف. ده ما عارفش يجيب حق الزمالك في واد اسمه بوتوكا وبضفيره، طالع ليل نهار يهد في حيل نادي الزمالك. هيجيب حق نادي الزمالك في الحاجات دي؟ ده مجلس فاشل، واللي يدافع عن المجلس ده فاشل زيه. سكتنا وقلنا خلي الناس تمشي وخلي النادي يمشي ويستقر انما فشلكم زاد عن الحد. فشلكم زاد عن الحد. خلاص مش قد الشوله ما تشلوهاش. هشام نصر مشغول بابنه اللي دهس واحد في الميدان العجوزه في سفنكس، مشغول بابنه المحبوس، معرفش تم الافراج عنه ولا ايه. ما نتمناش شر لحد، وربنا يشفي المصاب اللي اتدهس بالعربيه بتاعته. ومش عارف احمد سليمان مشغول بايه، ودي مشغول بايه، وده مشغول بايه. وحسين لبيب بيتفرج على شوبير وهو في الامارات، بيتفرج على شوبير وهو في الامارات. انت عايز ايه؟ عايز ايه تاني؟ انت وحشك شوبير، وحشك، مش مستني لما تيجي مصر. انت رايح تعمل اتصالاتك وتطلع ابنائنا ولاد الزمالك، ولا رايح تتفرج على شوبير وانت في الامارات بتستجم في احلى الفنادق هناك؟ ايه ده؟ ايه المسخره دي؟ احنا في مسخره. مرتضى منصور نزل بيان ناري، طبعا هاجم مجلس اداره الزمالك واستغاث بالرئيس السيسي بحل هذا المجلس. قال لك دي لجنه لازم تمشي هذه اللجنه، وقال ده يا سياده الرئيس، ده نقلا عن مرتضى منصور بيان على صفحته، قال لك تدخل، وقال لك نثق فيك يا سياده الرئيس انك تتدخل قبل تدمير قلعه كبيره اسمها نادي الزمالك. رايك في كلام مرتضى منصور قوله، اللي قاله على صفحته على الفيسبوك، بيان طويل بيهاجم فيه مجلس الاداره ومسميهم لجنه، مش عايز اقول الالفاظ اللي هو قايلها. وفي اخر البيان استغاث واستنجد بالرئيس السيسي بالتدخل في هذا الامر. وطبعا هاجم وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي هجوم لاذع. فالدنيا خربانه في الزمالك، الدنيا خربانه في الزمالك. الزمالك استأنف على الحبس اللعيبه ومدير الكوره شهر، استأنف، ويطمعوا في كرم الإخوة الإماراتيين والقضاء الإماراتي. طبعا لا تعقيب على أحكام القضاء، لا تعقيب، لكن كل
تقدير واحترام للقضاء الاماراتي والقضاء المصري ما نقدرش نتكلم، لا تعقيب، بس نتمنى ان يكون في روح قانون، حاجه اسمها روح القانون، يقبلوا استئناف الزمالك ويتم اخلاء سبيلهم. ده كفاله ماليه، كفالات، غرامات الزمالك دفعها 600,000 درهم في الاول و600,000 درهم تاني. انت عارف الزمالك دفع غرامات لحد دلوقتي كام؟ ادي 8 مليون في الاول و8 مليون تاني. ما انت تحسب ال 600,000 درهم دول يعملوا 8 مليون، يعني 16 مليون جنيه وحبس شهر كمان. الزمالك دافع لحد دلوقتي 16 مليون جنيه. طب الزمالك خد ايه من البطوله دي؟ كاس الصفيح اللي راحت للاهلي دي خد ايه؟ خدش حاجه. قبل كده الزمالك الكاف مغرمه نص مليون دولار، يعني 25 مليون جنيه، وادي 16 انت بتتكلم في كام؟ في 40 مليون جنيه الزمالك متغرمهم في الاسبوع ده. 40 مليون جنيه. مين يحاسب على هذه الفاتوره؟ وتيجي تقول لي ده مش مجلس فاشل؟ ده مجلس فاشل وفاشل وفاشل، مش عارف يجيب حق الزمالك، مش عارف يجيب حق الزمالك. مجلس منبطح، مجلس خانع. طبعا هو المحامي قدم استئناف على هذا الحكم، ويحق للزمالك الاستئناف على الحكم ده مده خلال 15 يوم. الزمالك قدم استئناف من النهارده، من اول ساعه بعد الحكم. فنتمنى من القضاء ونرجو وندعو، وادعوا يا زملكاويه، ان القضاء الاماراتي يقبل استئناف الزمالك ويخرج اللعيبه دي، يرجع الكابتن عبد الواحد لامه، لوالدته لمنهاره، يرجعه لابنه ياسين اللي بقول ممكن ترجعوا لي بابا. ودونجا طبعا ليه اسرته، ومصطفى شلبي ليه اسرته، محدش قال. وفي ناس بقى شمتانه، لجان الاهلي كلها شمتانه، صفحات الاهلي كلها على السوشيال ميديا، كل الاهلاويه شمتانين. حاجه قذره تشمت في تقييد حريه بني ادم. يا اخي هي مش كوره، تشمت في تقييد حريه بني ادم. ده انت مش انسان، انت انت لجنه، انت مؤجر، انت بتقبض. يلي بتشمت في ده، احنا لما لاعب يتصاب في الاهلي بنقول له الف سلامه، واوعى تشمت في اي لاعب في اصابه. دايما احنا كنا نقول كده، دايما كنا نقول كده، لما لاعب يتصاب نقول له الف سلامه. اوعى تشمت في اصابه لاعب، اوعى تشمت في مرض حد، اوعى تشمت في تقييد حريه حد. كان دايما نقول كده. نثق في الدولة المصرية، ونثق في الدولة الإماراتية، حكومة الإمارات وحكومة مصر، إن الموضوع ده يخلص. نتمنى الموضوع ده ينتهي، إن الموضوع ده ينتهي. ومجلس الزمالك ده لازم يحاسب من أعضاء الجمعية العمومية اللي جابته. مجلس ضعيف، واللي يقول غير كده يبقى بيطبل لهذا المجلس. أنا لا يهمني مرتضى، ولا يهمني حسين لبيب، ولا يهمني ممدوح عباس، ولا اي حاجه، ولا تبع حد. تبع كيان اسمه نادي الزمالك، وده ملف انساني بحت بحت. انا شايف مجلس الاداره في هذا الملف صفر صفر. مش عايز اتكلم اكتر من كده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.